السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم، ان شاء الله تكونوا دوزتوا هذا النهار هذا باحسن الاحوال نتوما والاهل ديالكم. في يوم جديد ونهار جديد اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله فيه نهاري كيفاش داز، وفيه بزاف ديال الاشياء اللي غادي نشاهدوها مع بعضياتنا. فاللي كيهمها لا فيديو تبقى معايا حتى الاخير. كتاب الله كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فراكو عارفين البنات في رمضان او من غير رمضان في العواشر في العيد فكيعجبنا نغيروا الفراش ديال بيت النعاس او الصالون او اي بلاصه عندنا في المنزل ديالنا. هكذا كتحسي بالتغيير وكتحسي باجواء اللي هي زوينه. فهاد النهار كان الجو اللي هو واعر بزاف، كان الجو اللي هو زوين، وكانت الشميسه تبارك الله كتشوفوا داخله لي حتى لبيت النعاس. وهذا اللون هذا كيفتح لي اللون ديال لا شومبر كلشي ديالي. صافي هنايا حيت هاد الكرونه لحقاش صافي مبقيتش محتاجاهم هنايا في البيت. زعما ملي كندير هكا شي لون واحد اخر صافي كنحيد شي لون اللي زعما اللي كنكون دايراه من قبل. صافي هنايا اسبيريت شويه، نحيد هكا شويه الغبره. عارفين مع كنحل الشرجم كطلع الغبره، فضروري من لاسبيراتور يوميا. فكان ده هو البيت ديالي من بعد ما بدلت له التفريشه ديالو. فهنايا جبتكم معايا البلاصه اللي كتكون نوضه فيها قرباله. عرفتوا البلاصه الوحيده اللي عندي فيها مشكل هي الطبيله هذه. كنجمعها، عرفتو، كنجي غير واحد 5 دقائق 10 دقائق كنلقاها مرونه. اللي عنده شي حاجه كيحطها لي فوقها، عرفتو دايره بحال بيت الخزين. صافي من بعد ما جمعتها، المهم خليت غير داكشي الاساسي اللي كيكون فوقها. صافي انا جيت نجمع داك القرعه هكا ديال وليداتي وشويه ديال لي جوي هكا كانوا كيلعبوا البارح بالليل. وهنايا غادي تشوفوا الشكل الجديد ديال السيجور. زعما غيرته بداكشي الكاين اللي متوفر عندي في الدار. وصافي دائما كنقول لكم زعما نغيروا غير داكشي اللي عندنا في المنزل ديالنا، زعما الا ما كانش هكا البديل. فانا هنايا غادي تشوفوا غادي ندير تغييرات اللي هي بسيطه، ولكن النتيجه كانت فوق توقعاتي. دائما كنقول لكم التلميطه ديروها في لون مفتوح باش هكا كتلعبوا في الالوان كيف ما بغيتوا. كيف ما تلاحظوا معايا هنا، انا هنا نقدر ندير اي لون جا طاح لي في راسي، نقدر نديرو مع البيج كيتماشى معاه وكيتواتى. فهنايا درت القرونه، عرفتو جا زوين. ما نعرف واش الاضاءه ما عطيهاش حقه ولا ما عرفت، لحقاش راني مهبطه الريدو وليداتي باقيين ناعسين. داكشي راكم تشوفوا علاش باقا زعما ما هزيتش الريدو. عرفتو جا زوين يعني في الشوفه تبدلات. دائما ديروا الوان اللي هي مفتوحه باش هكذا كتبقاو تلعبوا غير بدوك الوسيدات الصغار او الخديديات الصغار، فكيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين. عرفتو حسيت بواحد الراحه نفسيه والله الا تقولوا بدلت الطلامط وبدلت الدار كلها. صافي هنايا اسبيريت شويه. واخا البارح بالليل زعما قبل ما نعسو ملي تسحرنا كنت شطبت ونيطوايت، ولكن منين درت هاد التفريشه هذه فضروري ما خصني نعاود لاسبيراتور. صافي هنا بالنسبه للطبيله ديال الزاج غادي نمسحها غير باجاكس، وباكيد بالكرطه ديالي العجيبه اللي ما نقدرش نستغنى عليها، لا بالنسبه للطبيله ولا بالنسبه للزاج اللي عندي في الشراجم. صافي وكندير هاد لي طابي هادو اللي كيطبعوا لي الطبيله ديالي كيجيو زوينين. فهادو ديتهم مؤخرا، ما نعرف واش شاركتهم معكم ولا لا، فما بقيتش عاقله. وهنايا درت هاد الزينه هادي ديال رمضان باش هكذا كنحسوا بالاجواء ديال سيدنا رمضان. كيكون واحد الاجواء اللي هما زوينين. انا كنستغل هاد الشهر الكريم في العباده وفي الصلاه من الله عز وجل اكثر واكثر، لحقاش هاد الشهر هذا شهر فضيل وشهر كريم عند الله سبحانه وتعالى. فعلاش لا ما نستغلوش ماكسيموم. صافي هنايا دي هي التفريشه اللي درتها. فانا غادي نقربكم اكثر باش نتوما تخليو لي التعاليق ديالكم واش عجبتكم ولا لا. باشياء اللي هي بسيطه، ولكن غيرات الشوفه ديال عيني وغيرات الشوفه ديال السيجور ديالي، وكتحسي هكذا بواحد الاجواء اللي هي زوينه. فانا فوق في العيد ولا في العواشر ولا دائما كيعجبني ندير التغيير. والله العظيم زعما كنحس بواحد الطاقه اللي هي زوينه. ما نعرفوش نتوما بحالي ولا انا دايره بحال شي بيبي صغير، حاجه بسيطه كتفرحني. هنا ان شاء الله غادي نشارك معكم الحريره ديالي، الحريره المغربيه الاصيله بالطريقه ديالي اللي داق حريرتي كيحماق عليها. فهنا غادي نشارك معكم المكونات ديالها اللي هي بسيطه ومتوفره في اي منزل وكتوجد في الساعه. فكنحتاج هنايا عندي معلقه ديال التحميره، عندي هنايا الملحه، البزار، كنحتاج كذلك الخرقوم، ملعقه ديال الكمون، سكنجبير والقرفه اللي ضروريه واساسيه، معلقه ديال السمن، عندي هنا العطريه ديال الحريره الكبابه والكرويه، وعندي هنايا هاد الضامه هادي ديال المرق ديال خاص بالحريره، وعندي المكعب ديال السمن، عندي هنايا
الحمص اللي كنت فزقته من قبل هو والعدس. عندي هنايا مطيش الحك واللحم والعظم من طبيعه الحال. عندي هنايا الشعريه باش ندور بها الحريره. عندي هنايا بصله محكوكه. عندي كرافس، قزبر ومعدنوس مخلطين. عندي زيت البلديه والزيت العاديه. فهنايا جبت الكوكوط ديالي او طنجره الضغط، درت فيها البصيله، درت اللحم، غادي ندير الحمص والعدس. بالنسبه للعطريه غادي ندير العطريه كاملها اللي ذكرتها معكم. فصدقوني كتجي زوينه وتستحق التجربه. انا باش كتعجبني هاد الطريقه هذه كديري كل شيء ضربه واحده، يعني ما كتبقايش عاد تفتحي وديري. فكندير كل شيء ضربه واحده، فصدقوني كتجي اكثر من رائعه. بالنسبه للقزبر والمعدنوس فغادي ندير غير نصف الكميه ونخلي الكميه حتى الاخير من نبغي ندور الحريره. بالنسبه للكرافس غادي نديرو كامل، راكم عارفين الحريره هي الربيع. صافي هنايا كنزيد الزيت العاديه والزيت البلديه. غادي ندير مطيش الحك. بالنسبه للمطيشه هذه هي الطريقه ديالي اللي كنديرها. فكنجيب واحد الكاسرونه كدير فيها مطيشه. فهنا درتها طوماط سوغيز لحقاش كنت حسيت بها صافي وبغات تولي رطبه، ونستغلها باش نديرها في الحريره. صافي من بعد ما سلقتها فبها بالماء ديالها كنديرهم في المولينكس. تقدروا ديروهم غير بالباطور او الهاشوار، وغادي نطحنها بها بالكميه اللي كانت فيها ديال الماء. نطحنها مزيان. كاين اللي كيصفيها ولكن انا ما احتاجيت بانني باش نصفيها، فكنضيفها على دوك المكونات اللي درتها من قبل. خويتها هنايا كيف ما تلاحظوا معايا. في هذه الاثناء هذه درت المقراش ديالي كيسخن. انا كيعجبني الحيله ندورها بما سخون فكطيب لي دغيا، ما كتديش معايا واحد الوقت اللي هو كبير بزاف. هنايا غادي نضيف ديك الكميه اللي درتها ديال الماء. فالماء كنديرو ضربه واحده، ما كنبقاش كل مره نزيد. داكشي علاش كندير الماء ديال المطيشه وكنزيد غير نصف الكميه ديال الماء وكنسد على الكوكوط. صافي هنايا جبت الغرفيه ديالي اللي غادي ندير فيها الطحين. فبالنسبه للطحين كيبقى عينكم ميزانكم على حسب الكونتيتي اللي درتو ديال الحريره. فانا درت هنايا 2 معالق كبار من هذا الحجم هذا، وغادي ندير كاس ديال الماء. فالخليط ما كيكون ما ثقيل ما خفيف بزاف، كندور مزيان حتى ما كيبقاوش فيه دوك الحبيبات. تقدروا تدوروه بالباطور باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات. صافي هنايا من بعد ما كل شيء حسيت به بانه طاب، يعني هذه اخر مرحله غادي نديرها. غادي نجيب هذاك الدقيق اللي دورته مع الماء وكنزيدو مع الخليط. فهنايا تقدروا دوروها بمايزينا، تقدروا دوروها بالخضره. المهم انا كل مره كيفاش كندير ليها. فكيجي ده هو الشكل ديالها والريحه يا سلام. عرفتوا من التصفيره الاولى ديال الكوكوط عرفتوا كيشموها الجيران، كتكون طالعه منها واحد الريحه اللي هي رائعه بزاف. فمن بعد ما دورت الدقيق مزيان حتى صافي دخل فيه الطياب، الشعريه كنديرها حتى لديك 5 دقائق التاليه. ودرت دوك الضويمات اللي وريتكم في الاول، وكنزيد داك الربيع اللي كنت شيدته من قبل، وكنبقى نحرك مزيان هكا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كنحس بالشعريه ديالي بانها طابت. وصافي كتبقى عندي واجده. عرفتوا غير جربوها على ضمانتي، واخا تكوني اختي اول مره غيتجربيها فغادي تنجح معاك. هنا غادي نشارك معكم البطبوط ديالي المعتمد عندي والمعتبر حتى هو. الا كنتي اول مره غيستعمليه فغادي ينجح معاك وكيجي منفوخ وغيتشوفوا النتيجه حدا عينيكم. درت دقيق فور زلافه، دقيق فينو درت 2 زلايف، درت معلقه ديال سكر سنيده تقدروا تعوضوها بالعسل، ودرت ملعقه من خميره حبيبات. تقدروا ديروا خماره معجونه، وكان تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت العاديه. تقدروا ديروا زيت الزيتون، تقدروا ديروا معلقه ديال الزبده، وكندير قبيصه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق ديالكم، وكندير الماء اللي كيكون دافي. وغادي نحرك المكونات كلها مع بعضياتها. غادي غير نجمعها، ما غادي نعلكها ما حتى شي حاجه. فبالنسبه للعجين خليوه يكون شويه خفيف، يعني ما يكونش قاسح، باش هكذا البطبوط ديالكم كيجي ناجح. يعني كنبغي نعطيكم جميع التعليمات باش هكا طبقوها حتى نتوما. فهنايا كنحاول نجمعها مزيان كيف ما تلاحظوا معايا هنايا، ما كنعلكهاش بزاف لحقاش غادي تختمر وغادي تطول معنا. صافي هنا جبت لوبول درت فيه شويه ديال الزيت، وغادي نحط فيه العجينه ديالي ونخليها حتى كيتضاعف لي الحجم ديالها. ففي هذه الاثناء هذه غادي نغطيها بالبلاستيك او فيلم اليمونتير، وغادي نمشي نقضي شغالي نخليها هي اخر وحده نولي ليها. صافي كندير فوقها هكذا واحد السربيته. من بعد صافي ما كتختمر لي كتشوفوا الحجم ديالها كيتضاعف. تقريبا دات معايا تقريبا 15 دقيقه. غادي نفشها ونحيد من هذاك الهواء اللي كيكون فيها، الهواء الزائد. كتحسوا بالعجينه ديالكم بانها رطبه
وبانها كدير واحد الفقاعات هكا، كتحسي بالعجينه ديالك بانها ناجحه 100%. صافي هنايا كنجيب واحد الموس وكنقطعها على حسب 3 القطع، فانتوما على حسب الكميه اللي درتو تقدروا ديروا غير نصف الكميه. فكنلولبهم بهذا الشكل هذا ونغطيهم بفيلم اليمونتير هكا واحد 5 دقائق غير باش كيرتاحوا. ومن بعد صافي كنرش فوق سطح العمل بالدقيق لحقاش غيبقى تلتصق لكم الى هذه المرحله هذه. صافي كنجيب الكره اللي صايبتها هي الاولى وكنبسطها بالدلاك. تقدروا ديروهم كرات صغار على حسب بحال الشكل المسمن وتبسطوهم كيف يمكن لكم تطلقوه غير بالمدلك. فانا كتجيني هذه اسهل طريقه. فديك الخشبه عذباتني ودرت غير فوق سطح العمل. صافي كنجيب هذه القطعه هذه وكنقطعها دوائر، تقدروا تقطعوهم مربعات على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. صافي وكنديرهم هنا فوق المنديل ديالي ونخليهم. فالبنات غادي نعطيكم الطريقه باش يجيكم ناجح 100%. ما تخليوهش يختمر بزاف، خليوه تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق وديروه شويه رقيق، ما ديروهش غليظ باش ما كتجيش فيه اللبابه. صافي هنايا على نار مجهده، دائما البطبوط طيبوه على نار مجهده باش هكذا كيجيكم منفوخ. غادي نحط هكا الخبيزات وإن فوا نحطهم إن فوا كنشوف هكا الفقاعات طلعوا لي فكنبقى قلبش قلب قلبش قلب بحال هكذا، يعني ما تخليهمش يحمروا، كيوليو منفوخين عرفتو كيجيو خاويين ما فيهم لا البابه لا حتى شي حاجه. وغتشوفوا النتيجه حدا عينيكم، غير تبعوا التعليمات اللي قلت لكم وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول استعمال. كيف ما تلاحظوا معايا هنايا ما كنخليهش على خاطرو، غير كنحطها كنقلبها نحطها كنقلبها نحطها كنقلبها هكذا كيولي كله منفوخ عرفتو كيجي مفشفش ومفخفخ. فبالنسبه للمخمار الكبير او البطبوط الكبير حتى هو نفس الشكل، ديروا له نفس الطريقه، غير هذا كنديروه ميني والاخر كنديروه كبير، زعما راه نفس الطريقه ونفس كل شيء. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة. فهنايا صافي ساليت جميع الكميه اللي عندي، فهذا هو الشكل ديالو هانتوما تلاحظوا معايا. فكيجي زوين وما كيحشمكش هكذا. حتى الا بغيتي دير واحد الكميه كبيره وتحتفظي به في المجمد فراه كينفع، يعني ما كيبقاش عندك واحد المجهود اللي هو كبير. فهانتوما تشوفوا كيفاش داير من الداخل بدون البابه بدون حتى شي حاجه. فكتقدري تستعمليه حتى الوليدات هكا يديوه معاهم هكا الكوتي او المدرسه يديروا فيه هكا ساندويتش وكيديوه. فالبنات كيجي خفيف وزوين بزاف وكيجي هشيش يعني حتى في الماكله ديالو. فهنا غادي نحلهم كاملين بالموس. فالبنات الا بغيتو تحتفظوا به في المجمد حلوه بالموس وديروه في الفريكو. هنايا جبت واحد لوبول، المهم غادي ندير فيه واحد الحشوه اللي كتجي بارده وكتجي لذيذه بزاف. عندي هنايا الخس اللي قطعته قطع صغيره، بطاطا مسلوقه، لانشون، عندي الخيار محكوك، خيزو محكوك، زيتون مقطع، البيض مسلوق مقطع حتى هو. غادي نحتاج طون ديال الزيت نخويه كامل به بالزيت ديالو. بالنسبه للصوص مهم انا غادي ندير هكذا الهريسه، ما غاديش نكثر بزاف على حساب وليداتي. غادي ندير المايونيز وغادي نحتاج الكيتشوب. غادي ندير شويه ديال الملحه وغادي ندير فلفله مقطعه قطع صغيره. غادي نحرك المكونات كلها مع بعضياتها، صدقوني كتجي رائعه بزاف. وغادي ندير الفرماج في اخر لحظه. بغيتو ديروا فرماج ديال الساندويتشات ديروه، فانا فضلت ندير هذا الفرماج هذا اللي كنت شاركته من قبل معاكم. فصافي كنعمر هكذا البطبوط ديالي فكيجي واعر بزاف. البنات غير جربوا هذه الحشوه هذه بارده فكتجي اكثر من رائعه. هنايا كانت شاط لي الحشوه ديال البسطيله اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي فات، وهنايا جبت الورقه جديده غادي ندير منها هكا لي سيجار بنفس الحشوه وغادي ندير حتى بريوات. هاد الحشوه هذه كانت شايطه لي من ديك البسطيله اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي فات، وقلت علاش لا غادي تضيع لي. فات وصيت على الورقه وجاتني وصافي قلت علاش لا زعما ما نستغلهاش في هذا النهار هذا. راكم عارفين الضيعه ما كيبغيها لا ربي لا حتى شي واحد. داكشي علاش درتها انا لحقاش انا عارفه ديك الحشوه الا بقات لي فغادي غير نرميها. داكشي علاش بغيت نستغلها في هذا النهار هذا. فحتى بنتي قالت لي ماما ديري لنا البريوات،
ودرتهم لحقاش هي هذا النهار هذا كانت صايمه، فالله يتقبل الجميع ان شاء الله. هنايا درتهم في الفران، فدهنتهم غير بالزبده هكا، خلطتها مع شويه تحميره، الزبده مذوبه ودهنتهم هكا من الفوق، فكيجيو مقرملين ومقرمشين.